ادم، محمد شحاته انت بالنسبه لي بقى حاجه صعبه جدا. ليه؟ لان انت عملت مباراه انا شايفها كانت مباراه كويسه جدا، خصوصا على الجانب الدفاعي، وعلى ان انت كنت بتضغط وبتبدا الهجمه بشكل كويس جدا لغايه اخر 6 دقائق اللي انا محتاج فيهم لعيبتي المميزين. انت عامل عليا 3 تحولات ب3 ميس باس او قرار غلط في اخر 6 دقائق، وكلهم ادوا الى ان عبد الله بيعمل فاولات تكتيكيه في نص الملعب عشان يعطل الهجمه، لان كانت هتبقى هجمه مرتده في منتهى الخطوره. ما ينفعش، ما ينفعش في الليفل ده، وما ينفعش في الماتشات دي وفي الظروف دي ان انت يبقى فيه السذاجه دي. انا عندي 6 دقايق وقت ضايع ورايح بهجمه مرتده، عندك حاجه من الاثنين: يا كره مضمونه، يا تعطل اللعب وتفتح اللعب على الجناب وتاخد الكره ناحيه الكورنر، زي ما اكيد عاملها من غير قصد بس شيكو بنزا عملها لما جرى بالباك رايت وراح بيه لغايه الكورنر واخد كورنر. انا بالنسبه لي هو ده المفروض يحصل في المواقف دي. هي الخبره بتقول كده. انت هتسحب اللعيبه معاك عشان تطول زمن الهجمه بتاعتك ويحصل ترانزيشن للعيبه بتاعت الفريق بتاعك، لان هي الهجمه المرتده فرقتك لسه ورا، مفيش لعيب تسند عليه. فطول زمن الهجمه، طول زمن الهجمه، ولو تقدر تاخد بيه كره ثابته، كورنر، اوت، وات ايفر، عشان تنقل فرقتك تاني وتشيل الضغط من على خط الدفاع بتاعك.